هاي. مساء الخير، شلونكم؟ أنا صايرة أختفي عنكم ومدى أنشر لكم هواية أدري، بس استبدلت الستوريات التافهة والحكي التافه بأشياء منها فايدة، اللي هي إنه أنا بوقت فراغي دا أسوي لكم فيديوهات توتوريال مكياج، أشياء تنشر عام، دا أروح أكمل شغلي الباقي أحسن ما ننشر لكم ستوري وأقعد أتنمر عندي فلان شغل وعندي فلان شغل وشلون أسوي وشلون أسوي. لا، قمت أسوي شغل وأعرف الستوريات، عذروني يعني. ايش بيش توشن؟ بعد ما أدخل على التعليقات أبد ولا حشوف تعليق، لأنه أني من أشوف شخص معلق بطريقة غلط أنا أتنرفز، حتى لو ما كان على الفيديو مالتي على فيديو ثاني. أنا من أشوف شخص معلق يعني غلط، مثلا الفيديو كان يحكي عن شيء ثاني وهو رايح حاكي على شيء ثاني، أنا من يمي أتنرفز، لأنه أقول للناس إيش هالفراغ اللي بيهم. فبعد ما أدخل على التعليقات حتى ما أتنرفز، لأنه أنا ممكن من أتنرفز حاحكي حكاية غلط وممكن هذا الشيء حيأثر. بس عادي أما السخونة عادي، انتقدوني I don't care. أنا أهم شيء عندي إنه أنا دا أرضي الشخص اللي دا أشتغل له بس. بين قوسين أنا كل شوية أكو تعليقات من دا أقراها دا أضحك، هاي شبيه العدسة. أي أكو تعليقات من دا أقراها دا أضحك، خرب إنه أنا مو عصبية، أنا هادئة. أكو تعليقات من أقراها هذا أضحك، لأنه شخص اللي كاتب التعليق يعني واضح من انتقاده، واضح إنه هو ما يفهم بالمكياج، بس دا يدخل نفسه، دا يحشر نفسه. يعني أنا دا أحس إنه اللي بالتعليقات أنا ناشر الفيديو دا أقول لهم بنات طلعوا لي أخطائي، بنات شنو أخطائي؟ صدق والله. يلا عاد كافي. أنا لازم أعرف أسيطر على أعصابي من التعليقات، بس ما دا أعرف، لأنه تعليقات تنرفزني من صدق. يعني المكياج اللي أنا مسويته كلش نازك، كلش حلو وفخم بنفس الوقت. تجي وحدة تكتب لي لو مجربة أسوي فتحة عين أحلى. مكياج فتحة العين أنا بالنسبة إلي أوكي كان شي حلو قبل خلينا نقول 3 سنين، هو بعده اوكي دا ينطلب حاليا واكو ناس تحبه، بس قبل 3 سنين يعني مكياج قديم. وانا متأكدة لو مسوي فتحة عين كان بتسوي مكياج قديم. طوري نفسك. وبالنسبة للي يقولوا لي انتي ناشرة عام لازم تتقبلين كل الانتقادات، انا بالنسبة لي اتقبل الانتقاد من شخص خبرته اعلى من عندي، شخص يفهم بالمكياج اكثر من عندي. اوكي اي، فإذا الانتقاد كان من شخص خبرته أعلى مني، شخص يفتهم بالمكياج، شخص ميك اب ارتست عالمي، حتقبلها مو من شخص ما يعرف يلزق رموش لو عنده صعوبة برسمة اللاينر. الانتقاد يكون من شخص يفهم أكثر من اللي يعني ثاني من أشوف شخص دا يمكيج بطريقة غلط أنصحه. ليش؟ لأنه أنا خبرتي أعلى منه. ما أعرف، أنا هسه من أشوف فيديوهات الميك اب ارتست محترفين عالميين، حتى لو شفت شيء غلط ما أقوله. ليش؟ لأنه هو خبرته أعلى مني، هو يعرف هو إيش دا يسوي. وبالنسبة يعني اللي يقولون تعالوا على الستوري الجاي، بعد شغلة واحدة نسيت أحكيها. أكو بنية يعني هي ممكن افتهمتني، بس ما أعرف، كاتبت لي إنه دوبة تبين للناس إنه هي تمكيج على حسب ذوقهم. أنا مو من هسه مكيج على حسب ذوق الناس، لا، أنا من 2019 أخذ رأي الزبونة بالمكياج يلا أشتغل لها، حتى إذا كانت ما مسوية يعني ما جايبة صورة وياها، أحكي وياها على كل شيء. الحاجب هيك نسوي، العين هيك نسويها، اللون هيك، اللاينر هيك، الرمش هيك، الحمرة هيك، حتى زبونة تكون مقتنعة وتعرف شنو اللي راح نسويه. ما أقولها نامي ألبخلك وأقومك، لا، أنا حتى بالدورات من أشرح أنصحهم إنه أقول لهم من تمكيجون زبونة أخذوا رأي الزبونة بكل شيء، حتى بعدين الزبونة من تقوم تعرف إنه أنتوا الشيء اللي أنتي وياها اتفقتوا عليه من تقوم تشوفه على وجهها هيك.
واكو دا يقولوا لي دا يكتبوا لي بالتعليقات انه انتم لا انتي لازم تعرفين ذوق البنات شنو. انا شو علي ذوق البنات؟ انتم اللي بالتعليقات النبي صلى الله عليه وسلم ما راضين عنه، انتم على النبي حكيتوا ما راح تحجون عليه. فاني ما اهتم انه اني ارضيكم ابد، ما اهتم انه اني ارضي اللي بالتعليقات. ليش؟ لانه اني اهم شيء عندي ارضي الشخص اللي اني دا اشتغله، اعرف ذوق الشخص اللي اني دا اشتغله، والحمد لله والشكر انا اقدر ارضي كل الاذواق. يعني اللي تحب المكياج الاوفر، اللي تحب المكياج البسيط، اللي تحب مكياج كلش هادئ، اللي تحب مكياج كلش هوسه. انا يعني احب ارضي الشخص اللي هو اني دا اشتغل له. بالتعليقات انتم ما راضين على حد، انتم ماكو شيء يعجبكم. وكو وحده كتبت لي لا مو حواجب اروى الاوفر، حواجبك الاوفر. زين خليهن بوجهي حبيبتي، انتي ليش دا تاخذيهن؟ خليهن بوجهي، لا تسوين مثلهن انتي. خلي احكي كل شيء ما دام اني بعد ما ضل شيء ما حكيته. اكثر شيء انتم دا تحكون عنه وتنتقدوني عليه هو حواجبي وشفتي، وبنفس الوقت هو اكثر شيء اني انسال عنه. يعني ما فد يوم نشرت ستوري او نشرت شيء اذا او فتحت لايف اذا ما قلتوا لي وين مسويه شفتك او علمينا على رسمه حاجبك. انا يعني انتم تعرفون حواجبي كلش خفيفه، مرات اطلع بيهم بدون ما ارسمهم عادي كلش طبيعي. انا انسانه متصالحه ويا نفسي وعندي ثقه بنفسي، يعني مو الحواجب اللي حاطه يعني حلوه، لا انا حلوه بروحي. هاي نقطه. النقطه الثانيه اني حواجبي ارسمهم بقلم، يعني شيء طبيعي كلش انه اليوم تطلع رسمه حلوه باكر تطلع تكوتك حسب مزاجي انا من اني دا ارسمهم. ممكن في اليوم رسمتهم هيك شلون طلعوا حلوات، يعني عادي طبيعي. والله الانسان ليش لازم ينتقد؟ هسه انا عن نفسي والله العظيم من اشوف بنيه يعني شيء بوجهها ما عاجبني مو ضروري انا اروح اقولها هذا الشيء اللي بوجهك ما عاجبني. انت شو عليك؟ انا شو علي؟ اي فاني شو علي؟ انا شو اللي علاقه دا اروح اقولها شفتك كلش ما حلوه، حواجبك كلش ما حلوه؟ يعني ما لي علاقه، شو علي اني؟ هي بنيه ممكن عاجبها شكلها بيهن، انا شو علي؟ انا ما مسؤوله عنها. يا ريت انتم من هيك تفكرون انه دوبها حواجبها ما حلوات، بس احنا شو علينا؟ هي بنيه تحب حواجبها هيك، ما اعرف. بس انا اشوف هيك يعني من وجهه نظري الموضوع هيك. لو انتم هم ما ادري والله ما يعني اوكي بداخلي احكي اقول هاي ليش هيك شفتها، هاي ليش هيك ترسم اللاينر، بس ما اروح اقولها انت ليش هيك مسويه. عليكم الله هذا شيء اخير لازم احكي بيه. وحده كاتبت لي نظافه المكياج على وجهك وعلى وجه خواتك مو مثل اللي يسوي له الزبائن. انت لو كنتي تفتهمين بالمكياج ولو كنتي تعرفين فكنتي راح تعرفين انه البشره تفرق بالاساس. شلون يعني؟ يعني اذا كانت البشره تعبانه بها حبوب، بها تصبغات، بها مسامات واسعه، بها يوي وقفوا العدسه خبلتنا ليش قاعده بالظلمه. اي الوجه بيه نمش، بيه كلف، بيه اثار، بيه مسامات واسعه، بيه حبوب، حيطلع محلو بالاساس، حيطلع محلو اصلا. بس من تجي بشره صافيه مترطبه حلوه نظيفه ما بيها رؤوس سوداء، ما بيها حبوب، ما بيها اي شيء، ما بيها تجاعيد، حتطلع كلش بيرفكت بالاساس. فانت لو كنتي تعرفين كنتي حتعرفين هاي المعلومه.